فيلم 6 أيام من أمتع وأجمل الأفلام الرومانسية اللي حصلت في آخر مش هقولك من كام سنة، بس من سنين كتيرة قوي. تحب نخش في الموضوع على طول؟ يلا بينا. وعشان كده وبمناسبة اسم الفيلم 6 أيام، فأنا هخلي 6 أسباب في الحلقة يخلوه فيلم عظيم. أول سبب وأول حاجة بتخلي الفيلم عظيم هي اختلاف طريقة سرد وعرض حدوتة الفيلم، مش متعودين عليها في السينما المصرية وبنشوفها أكتر بره. بمعنى إن الفيلم اعتمد على حدوته بدايو دراما، شخصيتين فقط لا غير. لا يوسف عنده شخصية عبد السلام النابلسي تسنده عشان حلمه او هدفه عشان حبيبته، ولا عالية عندها ميرفت اللي عاوزة تقتنص منها حبيبها. دي حاجات في اي حدوتة في السينما بتاعتنا بنعتبرها ملح زيادة او سكر زيادة، بتدي طعم للقصة وتديله نكهة تخلي فيه صراع وفيه هدف واضح. انما الفيلم هنا اعتمد على شخصيتين، ومش هنقول كمان بطلين، لا دول 2 عاديين جدا. لا ده بطل لانه وقع وقام واتحطم وشعر باطه وريحته اللي تقرف ظهرت لك وانت بتتفرج وكنت هتجيب اللي في بطنك، ولا دي الفيديت جميلة الجميلات خالص. الاتنين عاديين وخارجين من بيت وبيئة شبهنا، في شوارعنا شبهنا عادي جدا. نرجع تاني للديو دراما والجيم اللي رايح جاي ما بينهم ومفيش شخصيات كتير حواليهم، فده كان نهج واضح وصريح بالرغم ان في شخصيات كتيرة حواليهم وبتأثر فيهم، زي زياد جوز عالية واللي انت ما شفتهوش بس هي حكيت لك عنه في الحدوتة وقد ايه هو سادي، وزي برضه مرات يوسف اللي هي شئنا ام ابينا بقت جزء من حدوته ومراته رسمي، حد برغم اثره في حياه يوسف وفي سياق القصه في السيكونس قبل الاخير. الى اننا لما بنشوف يوسف في السيكونس ده بعد مواجهتهم لبعض وراح على سريره جنبها، الكاميرا مهمشاها حتى وهي جنبه في السرير، لان القصه بتحكي عن يوسف وعاليه فقط لا غير، والعالم كانه بتاعهم هم وبس. وزي برضه ما ابو يوسف انت ما شفتهوش ولا لحظه، بس هو كان مؤثر جدا في حياته وخلاه كارهها. ديو دراما كما يقول الكتاب. ومع ذلك ورغم كل النقص العددي اللي في صفوف منتخب كاست فيلم 6 أيام ده، انت مش هتحس ان الطبخه ناقصها ملح ولا الحلو ناقصه سكاكر، ولا هتحس بملل في الحكي والسرد. رغم ايه بقى؟ ده اللي هنعرفه في تاني سبب يخلي الفيلم ده عظيم. زي ما قلنا ان حدوتك بقى فيها طرفين بس على غير المعتاد من سينمتنا المصريه في طريقه حكيها في الافلام الرومانسي، ده شيء ممكن يديله قالب انه فيلم مهرجاناتي حبتين، خصوصا انه نزل في نفس فترة فيلم رامبو، وخصوصا ايه كمان بقى؟ الصمت. بس ده ما اداهوش طابع افلام المهرجانات وانت بتشوفه، لان الصمت في القصة كان مبرر وكان له دور في الحكاية. زي كده مثلا كنت برجع اقول يعني هكلمه واحكي له ايه، ولا هو هيعمل ايه. ليه دلوقتي؟ فالصمت هنا كان ليه شخصية في حد ذاتها. 2 بيقابلوا بعض في نفس اليوم في سنة مختلفة في فترة زمنية مختلفة كمان بمشاعر مختلفة، فمنطقي جدا لما تكون شخصيتي اتغيرت او حصل لها ايه بالذي ما يكونش انطباعي وردي سريع زي ما نكون كنا في حضن بعض امبارح. لا، صمت ليه شخصية في القصة. تعال بقى نخش على السبب الثالث اللي بيخلي الفيلم ده عظيم: نقلات الزمن. في كل فترة زمنية احنا بنوصل ليها احنا بنلاقي سمة من ضمن سمات جيل التسعينات، التمرد. الفيلم مراعي جدا جدا جيلنا يا جماعة. مفيش ولا مرحلة عمرية مر بيها يوسف أو عالية إلا لما كانت متمردة وصادمة. كل يوم اتقابلوا فيه ينفع فيلم في حد ذاته مستقل عن التاني. اللي يلمهم بقى كده في فيلم واحد وحدوتة واحدة يبقى عبقري، لأنه فاهم الجيل ده كويس، عارف إنه اتفرض على الجيل ده كلية بين قوسين قمة الولد لازم يدخلها، زي ما والد يوسف حكم عليه يدخل طب أسنان حتى لو هيلم فلوس ويسفروا روسيا. فتمرده بيظهر لما بيروح دهب وبيقرر يبقى انسان تاني تماما بعيدا عن الدكتوره اللي اتكتبت عليه بسبب ابوه. ايه اللي حصل في دهب بالظبط؟ قررت ما بقاش دكتور، اشتغلت في كافيهات ومراكز وسناتر وعلى القهاوي، عملت كل حاجه ولفيت وجيت وقابلت اشكال والوان وعملت صحاب. جماعه طريقه السرد عبقريه، حتى التمثيل معمول كويس قوي. فبالرغم من ان يوسف احنا عارفين ان هو دكتور قد الدنيا، بس هو هنا ما قالش كافيهات، هو قال اشتغلت في كافيهات. انا عارف ان ممكن ناس تعتبر انه ايه التفصيله يعني العجيبه اللي بتحكي فيها دي، ايه يا عم الفرق ما بينهم؟ لا، فرق كبير طبعا. كافيهات بتتقال من طبقه وكافيهات بتتقال من طبقه تانية خالص، وده لايق جدا على التطور اللي حصل في شخصيه يوسف اللي انت دلوقتي حالا شايفه على الله ولابس طقم بالتيكت الجديد بتاعه عشان معهوش فلوس وغالبا كان هيروح يرجعه بعد الخروجه، وحكى لك انه اشتغل مليار حاجه مختلفه عن بعض، فبالتالي هو ارتبط بفئات ادنى
واقل، وخلت لسانه ينطق الكلمه دي بالنطق ده، مش نطق الدكاتره اللي من المانيال اللي غالبا هيقولوا كافيهات. فده السبب الثالث والرابع في نفس الوقت، تمرد يوسف وعليا واختلاف اطوار الشخصيات في كل مشهد او سيكونس عن اللي قبليه، زي ما اسم الفيلم بيقول بالملي. وعملت ايه فينا السنين، لان يوسف اللي انت شفته في تاني سيكونس ده مش هو يوسف اللي في الثالث بأم شعر باطه اللي حكينا عنه، ولا دي عليا اللي في كل مشهد كانت مش بس بتمر بمرحله معينه في حياتها، لا دي شخصيتها كانت بتتبدل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كل سنه انت بتشوف بني ادمين غير البني ادمين، وده مش بس بيرجع لتمرد الجيل زي ما حكينا وبس، ده بيرجع لان دي الدنيا، الابس اند داونز، الوقوع والطلوع. وانك تخلينا تصدم من عاليه في مشهد زي ده فانت حاكي بطريقه عبقريه. امال ازاي احنا عرفنا بعض لما تقابلنا صدفه من 7 سنين؟ ساعتها اتمنيت اخدك في حضني ونفضل مع بعض طول العمر. اتكسفت عشان انا لقيتك دكتور وانا كنت بنزل طلبات في كافيه. وما حكيت لك على اللي زياد بيعملوا فيا، انا كنت بحكي لك عشان تقولي اتطلقي. كنت هعمل كده بس انت ما قلتش. انا قسما بالله كنت عاوز اكسر الشاشه من طريقه الريفيل دي، على قد ما انت عامل لي ايهام ومحسسني ان نقطه الانهيار والبريك داون ده هيحصل، على قد ما انا ما كنتش عارف ايه هي المناسبه او الوقت اللي هتعترف له بحاجه زي دي، وازاي هتقولها، وايه هي الحاجه اللي انت هتعمل لي فيها ريفيل. خامس سبب يخلي فيلم 6 ايام عظيم وعبقري، التفاصيل. جماعه الفيلم ده ياخد اوسكار اهتمام بالتفاصيل مستريح، والله ما ببالغ. كل فتره زمنيه بيمر بيها البطلين بنلاحظ فيها حاجتين مهمين، تفاصيل الفتره العمريه دي كانت عامله ازاي، والاغاني. فالتفاصيل مثلا لو هنتكلم في الديكور، فاحنا بنشوف وهم صغيرين شكل ديكور بيت عليا وهي صغيره الكلاسيكي البحت، زي ما بنشوف في اخر سيكونس شكل الديكور المودرن للعياده بتاعت يوسف او زي الايجنسي اللي كان فيها، زي ما بنشوف شكل الشارع العادي جدا اللي فيه رينجو وميناتيل وفي اول مشهد، واللي فيه بوستر محمد عبد الوهاب الله يرحمه اللي مات في شهر 8 2006 وهم كانوا قاعدين سوا في ديسمبر 2006. تفصيله صغيره قوي 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 ولكن عظيمه قوي قوي قوي، لانها بتقول ان اللي عملوا المشروع ده سواء المؤلف وائل حمدي او المخرج كريم شعبان قد ايه هم دارسين كل تنتوفه حصلت في كل فتره زمنيه معينه، لان فعلا بوسترات محمد عبد الوهاب كانت مغرقه كل شوارع مصر في الفتره دي. حتى بص هنا مثلا يوسف لابس الايربودز دي، انما قبلها بكام مشهد كان لابس الايربودز دي. طب ايه اللي اختلف؟ ما كان يلبس واحده وخلاص ومحدش هياخد باله. لا يا باشا، في السيكونس ده اصلا يوسف لابس دي لانها كانت في اول جيل في الايربودز من ابل، فكانت جديده وقتها في فتره 2016 2017. انما بعدها ب7 سنين والعمر جري بينا، فالمنطقي يلبس الجيل الجديد من السماعه. شايفين يا جماعه حلاوه التفاصيل؟ الفيلم مش سايب لي حاجه اطلع منها غلطه حتى. وده بقى اللي هياخدنا لعظمه توظيف تفصيله المزيكا والنقلات ما بين كل سيكونس فوق العبقريه، لانها مش بس بتوصف شعور بيمر بيه شخصيات العمل، ولكن كمان بتعكس ذوقهم الشخصي. ايوه، الفيلم كان دارس جيل التسعينات، واللي منطقي بالنسبه له ان هو بيسمع اندر جراوند زي مسار اجباري، ومنطقي يسمع عبد الحليم وام كلثوم، ومنطقي يسمع قلبي ما يشبهنيش لمحمد منير، زي برضو ما بيسمع مربوط باستك لكايروكي. الصياعه هنا والعظمه هنا في التوظيف انه ما كانش فيه اقحام مباشر، يعني هم مرتين اللي سمعنا فيهم الشخصيات بتسمع اغاني زي ما يوسف سمع منير، وزي ما عليا شغلت مسار اجباري ليوسف، او زي ما يوسف كان بيسمع مربوط باستك. لكن الاصيع بقى ان في كل غنوه اشتغلت من الاغاني الجديده فكانت بالفعل نازله قبل اليوم اللي هم اتقابلوا فيه، زي غنوه مسار اجباري اللي كانت نازله جديد في نفس السنه اللي اتقابلوا فيها، وزي قلبي ما يشبهنيش اللي نزلت في 2012 ويوسف بيسمعها في 2024، وزي مربوط باستك اللي نزلت في 2015 ويوسف كان بيسمعها بعدها. ده بعيدا طبعا يعني عن اغاني عبد الحليم وام كلثوم اللي كانت بتشتغل. ده غير طبعا عظمه توصيف شعورهم بالغناوي دي. ده معناها ان الفيلم مش بيستعرض وخلاص، لا ده حاطط كل حاجه مكانها وباحكام شديد. اخر وسادس سبب وتفصيله عظيمه في فيلم 6 ايام، واللي برضه كانت ليها علاقه بالمزيكا بس انا قررت احطها في خانه لوحدها، هي نقله الموسيقى ما بين السيكونس قبل الاخير والاخير. شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين، شوف خدتنا لفين يا قلبي. وبنخش على السيكونس الاخير بكده، وتاني تاني تاني
راجعين انا وانت تاني. يا جماعة ده التوصيف الحقيقي لكلمة عبقرية. هقول لك ليه يا سيدي، لأن في المشهد ده دغدغة مشاعر واتنين محطمين رسمي، وبما إني سميع جيد لعبد الحليم حافظ، فأنت لو عاوز تدغدغ المشاعر فعلا على سن ورمح فتحط الكوبليه ده من غنوة أي دمعة حزن لا. سافرت كتير معاك، كتير كتير معاك، بأحلامي في هواك، كتير كتير معاك، زقيته من حنان وبنيت معاه أمان، وقلت يا ريت يا دنيا تدينا عمر تاني. ده كوبليه جبار. انما اختيار كريم شعبان ووائل حمدي للكوبليهين دول اللي حطوهم ما بين النقلات اكثر تجبرا واكثر حلاوه، وهقول لك ليه. لان الاتنين من نفس الغنوه، غنوه موعود، واللي فيها زي ما شفنا الانهيار التام بكوبليه شوف بقينا فين يا قلبي، زي ما بنفتح يوم جديد بامل ومخرج صايع بيقول لك انهم هيرجعوا تاني، فحط لك وتاني تاني تاني الكوبليه الفرايحي الدلوع من نفس غنوه موعود، كأنه يعني بيقول لك تحقق الحب والهدف. والتاني تاني جم من معاناة شوف بقينا فين يا قلبي، لأن غنوة موعود هي بطل الفيلم أصلا، زي ما فيها الحزن في الكوبليه الأولاني، زي ما هي بتقول لك إنهم هيحبوا بعض ويرجعوا لبعض، لأن شخصية الغنوة مطروحة جوه الفيلم. موعود معايا بالعذاب يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم، وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني، وتاني تاني تاني بنجري ورا الأماني، ويغيب القمر ونعيش السهر وآهات الألم في ليالي الندم، وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا. اختيار يا جماعة بدون مبالغة خلانا سقف، عشان مفيش إتقان ولا تفاني بالحلاوة دي في التفاصيل أبدا، وكنا مفتقدين نشوف فيلم وظف تفاصيل الزمان والمكان والأغاني بالشكل ده وبالحلاوة دي. عشان كده كنت لا مؤاخذة بلهس على اللحظة اللي هيتقابلوا فيها في أول مكان احنا شفناهم فيه، وهو السينما، بحبكة معمولة بشياكة الشياكة. فبس كده يا سيدي، ده كان كل اللي عندنا النهارده في تفتيت وتفصيص عظمه فيلم 6 ايام، واحب قوي اسمع رايك اللي هيخلي للحلقه دي قيمه واهميه، واستنى الجديد بقى ان شاء الله، ويلا سلام عليكم.